والمزيد حول اجتماع رباعية الشرق الأوسط في نيويورك ينضم إلينا من القاهرة محمد ثروت رئيس قسم الشؤون الدولية في صحيفة اليوم السابع المصرية. سيد ثروت، أهلا بك. في البدء، ما هو التقدم المهم الذي تحدثت عنه الرباعية في وصفها لقاء أوباما بعباس ونتنياهو، خاصة وأن مصادر عديدة قالت إن الاجتماع كان شكليا ولم يحرز أي تقدم؟ أولا، الجديد الذي جاء به اجتماع الرباعية الدولية هو مطالبتها لإسرائيل بوقف الاستيطان في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية والعودة إلى بدء المفاوضات مرة أخرى. لكن المسألة الهامة أن هذا الاجتماع يحمل تناقضات عديدة. هو أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك وافق على بناء 37 مستوطنة جديدة، كما أن هناك تناقضات داخل موقف السلطة الفلسطينية نفسها تجاه بدء المفاوضات دون تحديد أي مرجعيات لبدء تلك المفاوضات. كما أن الإسرائيليين أنفسهم يصرون على يهودية الدولة، وهو مبدأ ترفضه السلطة الفلسطينية وترفضه حماس ويرفضه المبادرة العربية نهائيا بالإجماع. طيب سيد ثروت، كذلك يعني قلت إن الرباعية يعني وجهت دعوة أو طالبت بوقف الاستيطان، يعني هل تعتقد بأن اللجنة الرباعية ستمارس ضغوطا جدية أو تقوم بدور فعلي من أجل حمل إسرائيل على وقف الاستيطان، وهو العقبة التي تقف في طريق استئناف المفاوضات حاليا؟ أعتقد أن الرباعية الدولية لن تستطيع إثناء حكومة بنيامين نتنياهو عن أفكارها الخاصة بالاستيطان في القدس الشرقية، وربما يتم وقف الاستيطان شكليا في الضفة الغربية فقط، تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، لكن القدس الشرقية سيستمر الاستيطان فيها إلا إذا رضخت حكومة بنيامين نتنياهو لمطالب للدعوة الجنائية المرفوعة من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية بلاهاي بتهمة جرائم حرب. حين ذاك سيكون هناك ضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى. النقطة الأكثر أهمية أيضا هي أن إسرائيل ستسعى إلى كسب مزيد من الوقت في أي مفاوضات قادمة، وستحرص على التسويف. هل ستكون المفاوضات على مرجعيات جديدة خلافا للمرجعيات السابقة في عملية السلام، في الوقت الذي يصر فيه المفاوضون الفلسطينيون على أن تكون هناك 6 نقاط أساسية قبل بدء أي مفاوضات؟ طيب. وهي القدس واللاجئين والحدود والأمن والمياه والمستوطنات. طيب سيد ثروت، يعني ما هو الهدف من هذا التسويف الذي تحدثت عنه، الذي ستلجأ برأيك إليه إسرائيل في المرحلة القادمة؟ هل هو لخلق وقائع على الأرض وبالتالي فرض اتفاقية قد لا يرغب فيها الفلسطينيين؟ أعتقد أن كلمة بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة كما شاهدنا جميعا يقول أن الفلسطينيين ضيعوا فرصة تاريخية بعدم الموافقة على مبدأ الدولتين عام 47، والوثائق التي أخرجها أمام الجمعية العامة وأشياء من هذا القبيل. كل ذلك يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تصر على يهودية الدولة، وهو مبدأ مرفوض من المبادرة العربية وأيضا من الفلسطينيين. وأي مفاوض فلسطيني سيرفض أي مبادرة إسرائيلية لدولة منزوعة السلاح
دولة على حدود غير حدود 67، دولة لا تتمتع باستقلالية ولو منقوصة. النقطة الأكثر أهمية في نظري أن هناك تراجع في موقف واشنطن، لأن الرئيس أوباما تحدث عن يهودية الدولة بينما زعماء العالم وقفوا ضد هذا الموقف، وهو تراجع أيضا في موقف وعود أوباما. طيب كما أن هناك إحباط. نعم. يعني وسط هذا التراجع، وسط الإصرار الإسرائيلي والمعارضة الفلسطينية ليهودية إسرائيل، يعني ما هو تصورك لمستقبل العملية السلمية؟ وإذا تحدثنا الآن عن مؤتمر موسكو للسلام الذي دعت اللجنة الرباعية إلى عقده، ما حظوظ هذا المؤتمر؟ أعتقد أنني متفائل بنجاح هذا المؤتمر، لأن موسكو طرفا محايدا في عملية السلام. كلمة الرئيس ميدفيديف في الجامعة العربية كانت مبشرة وتحمل رؤى واقعية على الأرض، ولا تحمل رؤى مثالية أو لا تحمل رؤى مخالفة للواقع أو تراجعا عن الأفكار كالتي تراجع عنها الرئيس أوباما. خطاب جامعة القاهرة تراجع عنه فيما بعد في كثير من المواقف. أعتقد أيضا أن موسكو ستنسق مع مصر ومع أطراف أخرى غير السلطة الفلسطينية حتى تستطيع الوصول إلى صيغة مقبولة من كافة الأطراف. لكن الغريب أن واشنطن كيف يمكن التنسيق مع السلطة الفلسطينية وهي طرف أساسي في المسألة؟ وكيف يعني نكون متفائلين جدا إذا ما نظرنا الآن ورأينا الإصرار الإسرائيلي على موقف نتنياهو ومعارضة قوية من قبل الفلسطينيين؟ أعتقد أن روسيا لديها ثقلا دوليا عبر لقاءات الرئيس الإسرائيلي شيمون بريز في موسكو، واللقاءات أيضا التي جمعت وزير الخارجية الإسرائيلي برمان وزيارته إلى موسكو مؤخرا. كل هذه أوراق تستطيع موسكو أن تلعب بها. أيضا لدى موسكو وسيلة إقناع أنها تلعب على ورقة المصالحة الفلسطينية. هناك لقاءات ستتم في القاهرة منذ الاثنين القادم، تستطيع موسكو أن تبني عليها مواقف، تستطيع موسكو أن تبدأ فيما بعد المصالحة الفلسطينية والتقدم الذي سيحدثه الاتفاق على مبادئ بين السلطة الفلسطينية وحماس وبقية الفصائل. هذا سيعطي موسكو مزيدا من الوقت لإحراز تقدم في عملية السلام. كما أن العلاقات الاستراتيجية بين موسكو والقاهرة ستجعل القاهرة تضغط على أبو مازن. نعم سيد محمد ثروت، يعني أعتذر منك لنهاية الوقت. كنت معنا من القاهرة رئيس قسم الشؤون الدولية في صحيفة اليوم السابع المصرية.